وهذه العبثية ماشية. النظام الموجود، النظام الإداري، حينما يموت المرجع الأموال الموجودة يرثها أولاده وأصهاره، وهذه حقائق نحن عشناها، يتصرفون فيها وكأنها أموالهم. حتى في حياة المرجع أولاده وأصهاره يتصرفون في الأموال وكأن هذه الأموال أموالهم، لا يحاسبهم أحد، لا يوجد لا حساب ولا كتاب. إذا مات المرجع الذي يأتي من بعده يبدأ من تحت الصفر، وحين يأتي المرجع الجديد يأتي بأولاده وأصهاره، ويفرض على الأمة أولاد المرجع وأصهار المرجع، سواء كانوا أذكياء أو أغبياء، سواء كانوا علماء أو جهلاء، سواء كانوا متدينين أو فاسدين، لا بد أن يفرضوا على الأمة. وهذه القضية التي يعيشها الواقع الشيعي. المشكلة أن الشيعة تتعامل مع المرجع وكأنه معصوم، وقبلنا بهذا. أولاد المرجع أيضا معصومون، أصهار المرجع أيضا معصومون، عائلة المرجع، عشيرته، أقرباؤه لهم الدرجة الذهبية. من أين هذه؟ هذه عبثية وتدليس وتضليل، وهذه حواجز تحول فيما بين الشيعة وبين معرفة إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. وقضايا كثيرة 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 جدا، هذه كلها من آثار هذه القضية. أي قضية؟ قضية الحيرة والضياع بين التنزيل والتأويل، والتي تقودنا إلى عدم معرفة إمام زماننا. فإذا لم نعرف إمام زماننا حينئذ لا نستطيع أن نعرف ما هو تكليفنا بين يديه. إذا لم نستطع أن نعرف ما هو تكليفنا بين يديه فحينئذ نحن في متاهة، وهذه هي الحقيقة. وهناك تفاصيل كثيرة أنا هنا لا أريد أن أشير إليها، أن أؤكد عليها. هناك قضية شائعة في الوسط الشيعي، إعطاء صفة الغيبية في انتخاب المرجع، وهذه قضية لا وجود لها. الذين يعرفون ما وراء الكواليس هناك آليات وتتدخل مجموعة من الأمور، الآن لا أريد أن أدخل في تفاصيلها، ربما نتحدث عنها في وقت آخر، لكن لا وجود لهذه القضية. وإذا حدث لبعض المراجع في انتخابه شيء غيبي فهذه حالة يمكن أن تحدث مع أي شخص آخر، مع شخص مثلا تتهيأ له الظروف فيكون طبيب، مع شخص تتهيأ له الظروف فيكون رئيس في مؤسسة. هذه ليست حالة ملازمة لانتخاب المرجعية، هذه حالة متعلقة بالشخص، وإلا لا يوجد وراء انتخاب المرجع بعد غيبي أبدا، بل في بعض الأحيان توجد أبعاد سياسية وتوجد أموال، وفي بعض الأحيان توجد صراعات دنيوية محضة. يمكنكم أن تقرأوا كتب عادل رؤوف، كتب السيد حسن الكشميري، أنا قد أختلف معهم في التحليل، لكن الحوادث والوقائع التاريخية التي ذكروها صحيحة، هذه الوقائع صحيحة، وربما أملك من المعلومات ما لو ذكرت تكون هذه الوقائع أكثر قباحة من التي ذكرت في كتب السيد حسن الكشميري وفي كتب عادل رؤوف. الوقائع المذكورة في كتب السيد حسن الكشميري وعادل رؤوف وقائع صحيحة، الوقائع التاريخية، أختلف ربما معهما في التحليل، هذه قضية ثانية، وجهات نظر، لكن الناس هؤلاء صادقون في نقلهم لهذه الوقائع، ويمكنكم أن تراجعوا هذه الكتب فتعرفوا الخلفيات التي تكون ما وراء انتخاب المرجع. قضية طبيعية، لذلك نحن بحاجة إلى نظام، نحن بحاجة إلى إعادة نظر. ومع كل ذلك أقول المشكلة الكبيرة هي الابتعاد عن حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن بحاجة إلى قضية واحدة، هذه القضية الواحدة يمكن أن تلخص في 3-4 كلمات: نحن بحاجة إلى إعادة بناء العقل الشيعي. نحن بحاجة إلى إعادة بناء العقل الشيعي، مشكلتنا هي هذه.
إعادة بناء العقل الشيعي تحتاج إلى مؤسسات تعليمية، تحتاج إلى مؤسسات إعلامية، إعادة نظر في المنهج، السعي لتبديل الثقافة العامة، السعي لتبديل آليات التبليغ والخطاب الشيعي. حينئذ نستطيع أن نعيد صياغة بناء العقل الشيعي، إن كان في مستوى النخبة أو كان في مستوى الأمة. حينئذ نكون قد اقتربنا من تلك المرحلة التي ندخل فيها إلى فناء الإمام الحجة، لنقترب من مرتبة أن يمسح على العقول، لتجتمع تلك العقول، لتجتمع. ليس مقصودي من الاجتماع الذي هو في مقابل الفرقة، وإنما لتنتظم هذه العقول. هذه مشكلتنا وهذا هو حلها. مشكلتنا الابتعاد عن الكتاب والعترة، وحلها في التمسك بالكتاب والعترة. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا.